ده فيلم إبراهيم الأبيض. فيلم مش مجرد فيلم أكشن زي أغلب الأفلام المصرية اللي ملهاش قيمة، لا بالعكس، ده حكاية عن الخيانة والقوة والحب اللي مستحيل توصله. فيلم أقرب كده بالملحمة الخيالية، ان الحدوته فيها شيء من الملحمه وشيء من الخيال موجود في الحدوته. اللي كلمنا عن أصعب قصة حب بين إبراهيم وحرية، أقرب بقصة الجميلة والوحش، واللي ما تحلاش إلا بتفاصيل مخرج فيلمنا مروان حامد، اللي حرفيا أبدع في الفيلم اللي هنتكلم عنه بالتفصيل. لسه كازيون اهو، اللي عايز يقول حاجة يقولها. فيلم بدأ بخوف شديد من صناع الفيلم بسبب المشاهد القاسية والجو المظلم والكئيب، واللي ساعتها النوع ده ما كانش منتشر نهائي في السينما، وأغلب المخرجين بيخافوا من فشل أفلامهم اللي من النوع ده، لحد ما قرر مروان حامد بمساعدة مؤلف الفيلم عباس أبو الحسن بإنتاج فيلم إبراهيم الأبيض علشان يبقى أعظم الأفلام المصرية في التاريخ. العمل عمل ربنا، الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف. الجملة دي اتحطت في بداية الفيلم بتصف أحداث الفيلم كله بطريقة مختصرة، إنما إحنا مش عايزين المختصر، إحنا عاوزين نخش في التفاصيل الأعمق اللي ممكن ما خدتش بالك منها وأنت بتتفرج. كلنا عارفين إن مروان حامد بيعشق التفاصيل في عرض الشخصيات زي ما شفنا في جميع أفلامه عشان يخلق هوية بصرية للمشاهد، اللي استخدمها بشكل كبير جدا في فيلم إبراهيم الأبيض، وهقولك إزاي. نبدأ بشخصية عبد الملك زرزور. جايز يا سيدي المعلمين لما أنا قلت كده برضو، قلت كده بالظبط. اللي حرفيا من أعظم الشخصيات في تاريخ السينما المصرية، اللي عباس أبو الحسن أبدع في كتابتها. ونيجي بقى للأسطورة عبد الملك زرزور، أحلى الحاجات اللي اتكتبت واتمثلت في تاريخ السينما العالمية. تقديم شخصية عبد الملك زرزور كفيل إنك تفهم شخصيته وجبروته من أول مشهد. بدأ المشهد بلقطة من خلف عبد الملك زرزور علشان يثير فضول المشاهد ويوقف الخناقة وهو في الأعلى ويقول جملته الشهيرة: أدي لسوق لحاجة إيه؟ في المشهد ده عبد الملك زرزور ما كانش تاجر مخدرات، لا، ده كان إله لمنطقة الزرازير زي ما قال محمود عبد العزيز بنفسه. هو بيعتبر إله، يعني هو بيعتبر نفسه إله المنطقة دي كلها. ولما تشوفه لازم تشوفه من تحت لأنك مستحيل توصله، وبنظرة واحدة ممكن ينهي حياتك زي ما شفنا في مشهد موت سيد شيبة. تعرف بقى كل القوة والجبروت ده اللي في شخصية عبد الملك زرزور اللي ذكرناها هو ضعيف وذليل أمام حرية زي ما شفنا في المشهد ده. وعبد الملك زرزور بينظر لحرية بنظرة الشيء الوحيد النظيف في حياته الدموية، وهو محاط بالأسلاك الحديد اللي ضافها مروان حامد علشان يبين لك إن عبد الملك زرزور مسجون بحب حرية صعب جدا للخروج منه. ودي كانت لقطة عبقرية بصراحة، وزي ما قلت لك من الأول تشبه علاقتهم بعلاقة الجميلة والوحش. عبد الملك زرزور ما كانش عاوز ياخد حرية بالعنف، هو عاوز حرية هي اللي توافق عليه، وللأسف ده ما حصلش. وفي نهاية الفيلم لما ملقاش فايدة قرر إنه ينهيها. هون عليكي تهون عليا، وإنه يخلص على نقطة ضعفه الوحيدة ويعيد هيبته وسيطرته اللي خسرها من أجل حرية، وتحولت ملامحه إلى الندم الشديد. حرية هي الشيء الوحيد المضيء في حياة زرزور، زي ما شفنا بعد ما تركته حرية كانت ملامحه فيها ندم وحزن، كان محتار وكأنه طفل ضايع. انما بعد رجوعها الاضاءة والفرحة رجعت لعبد الملك زرزور، والفستان الاحمر اللي كانت لابساه بيوضح تناقض كبير بين سواد وكآبة قصر عبد الملك زرزور، علشان حرية تبان كأنها وردة جميلة وسط الخراب في اعين عبد الملك زرزور. بصراحة عبد الملك زرزور شخصية استثنائية في السينما المصرية، مكتوبة بأبعاد واحتراف كبير علشان تبقى من ايقونات السينما، وده غير طبعا كمية الجمل اللي بقت كليشيهات اللي نقلت الفيلم في حتة تانية. جرعة حلوة، جرعة حلوة مفيش كلام. وطبعا مش هننسى تمثيل الممثل الراحل محمود عبد العزيز اللي جسد الشخصية بطريقة عبقرية. هنتكلم دلوقتي عن أكتر الشخصيات الجدلية في السينما عموما، وهي شخصية عشري. اسمك ايه بقى على كل الحس اللي لا 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 مالك كده يا عم، شايف نفسك؟ هل عشري فعلا خان ابراهيم؟ وليه عشري فضل عبد الملك زرزور عن صاحب عمره؟ وهل فعلا كان بيحب حرية؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها دلوقتي. أولا عاوزين نعرف شخصية عشري أصلا. عشري مش مجرد بلطجي زي ما انت فاكر، لكنه انسان مليان تناقضات زي الخوف والطمع والضعف والغيرة. عشري بيمثل الشخص اللي اتولد في بيئة قاسية جدا، فكبر واتأكد ان القوة والخيانة هما الطريقين الوحيدين للبقاء. عشري كان قريب جدا من ابراهيم، وزي ما بيقول كده انه صاحب صاحبه. عشري صاحب صاحبه، مبروك على المكنة الجديدة. ولكن مع الوقت ظهرت جواه مشاعر زي الحقد والغيرة. ليه بقى؟ انا هفهمك.
لانه بدأ يحس ان ابراهيم اقوى منه ومحبوب اكتر منه. ومن هنا بدأ الصراع الداخلي لشخصية عشري، بانه شايف انه الشخص التابع لابراهيم، ومش زي ابراهيم لما بيدخل اي مكان بيتعمل له 1000 حساب، انما عشري ملوش قيمة من غير ابراهيم. واختيار ان عشري هو الراوي بتاع الفيلم ما كانش اختيار عشوائي من مروان حامد، لانه عاوز يبين لك ان عشري هو اللي بيراقب وبيتكلم بس، انما ابراهيم هو اللي بيعيش التجربة الكاملة. وده يخليك تفهم نوع غيرة عشري لابراهيم. ابراهيم ما يخافش الا من الغشيم. الغشيم يعني يا هيموتك يا هيزنقك تقتله. عشري كان عاوز يثبت سيطرته وانه مش انسان تابع، واثناء ما عشري كان بيشرب راح لقى حرية على سرير ابراهيم، وقرر ساعتها لاول مرة انه يسيطر على الحرية ويعوض النقص، وانه مش اضعف من ابراهيم ولا من عبد الملك زرزور. وللاسف حرية عرفت تدافع عن نفسها وضربت عشري. بعدها عشري حس بالعار اتجاه نفسه، وحس بندم شديد اتجاه اللي عمله، وادرك انه هيفضل شخص تابع ومش مسيطر، وقرر انه يعور وشه وانه يعاقب نفسه على اللي عمله. وبكده عرفنا دوافع شخصية عشري وايه النواقص اللي فيه. هكلمك دلوقتي عن خيانة عشري لابراهيم اللي في نهاية الفيلم. ساعتها حرية كانت مهددة عشري بانه يسلم ابراهيم لعبد الملك زرزور بمقابل 5000 جنيه، والا هتقول له على اللي حصل بينهم. انا مش ممكن اخون ابراهيم ابدا. انت خنت ابراهيم، امال اللي حصل بيننا ده تسميه ايه؟ عشري ساعتها كان بين اصعب اختيار، مع انه مستعد انه يقول لابراهيم انه اتهجم على حرية، ولكن كان خايف من ردة فعل ابراهيم، لان ابراهيم بيعشق حرية. عشري فكر انه ينهي حياته، لانه بمجرد تسليم ابراهيم للزرازير بيعني موت ابراهيم، وهو مش هيتحمل ده نفسيا بسبب العشرة بينهم. ولكن بيفشل عشري بالانتحار، ولاول مرة عشري بيقول لابراهيم على حوار تسليمه، ولكن ابراهيم بيضحك عليه وبيكذب الموضوع. 5000 جنيه يا ابراهيم ادهم لي علشان اخلص عليك. يا رزل يا ابن الرزل، ايه دول وبطل هزار. لانه متاكد ان عشري صاحب عمره مستحيل يخونه. ولما نزلوا على القهوه كان باين التوتر على وش عشري، وكان عاوز انهم يمشوا من هنا، ولكن ابراهيم كان مصمم انه يقعد. ابراهيم نجيب من هنا ونشرب شاي عشري. ويكذب نفسه ان عشري مخانوش، ولكن للاسف المرايه بتقف قدامهم. استخدام مروان حامد بقى للمرايه كانها اداه تفضح الخاين، وهنا تاكد ابراهيم من خيانه عشري بسبب توتره، ويقول الجمله الايقونيه الخالده في السينما: بعتني بكام يا صاحبي؟ 5 فواكه. وينتهي قصتهم مع بعض. عشري شخصية عميقة جدا، ومن أفضل الشخصيات اللي اتكتبت، ويعتبر من أشهر الشخصيات في الفيلم، أقرب بيهوذا اللي خان المسيح. مش نصيبك يا ابراهيم، عمرها ما كانت لك. اظن انك عرفت دلوقتي قد ايه فيلم ابراهيم الابيض فيلم ايقوني ومليان تفاصيل، ومش فيلم بلطجة زي ما الناس بتقول. واقوى دليل على كلامي انه بعد 17 سنة من نزوله لسه الناس بتتكلم عنه وبيكتشفوا منه تفاصيل تانية. ولكن افلام البلطجة التانية معمولة عشان تدخل فلوس بس، ما فيهاش اي دروس مفيدة تطلع بيها بعد ما تتفرج على الفيلم. انما فيلم ابراهيم الابيض هو تحفة فنية في السينما. هي حكاية بتعلمنا دروس مهمة كتيرة، زي انه بيعرض لك نتيجة العنف، واعتقد شفناه في مشاهد موت اغلب الشخصيات. مع ان للمعلومة الفيلم فشل اصلا. الفيلم صرف حوالي 22 مليون جنيه ودخل 14 مليون جنيه بس، انت متخيل؟ ولكن جماهيريا هو ناجح جدا، ويعتبر الفيلم المفضل عند اغلب الناس. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، ولكن ان شاء الله هعمل جزء تاني هتكلم فيه بتفاصيل اكتر عن قصة حب ابراهيم وحرية، والتفاصيل اللي ممكن ما خدتش بالك منها في الفيلم اللي هتصدمك. بس طبعا لو عجبكم الفيديو ده، وان شاء الله يعجبكم، واكتب لي اي فيلم محتاج نتكلم عنه تحت في الكومنتات، وما تنساش تصلي على النبي. وسلام.